مرحبا بكم. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا عندنا طائر اسمه طائر السنونو، والطائر ده مظلوم ومهضوم حقه بشكل كبير جدا في الترجمات. عايزين نبص عليه النهاردة برضو، وهنبدأ من شكل الرموز الدالة على الإله بتاعه، ونشوف الطائر ده عمل ازاي، ونقفل القصة بتاعته لانه مهم ان احنا نقفله لانه له منطوق ومدلول وجميل جدا، ونشوفه ماشي ازاي في الترجمات بتاعتنا. نيجي كده مثلا هنا. هنا الطائر دوت، هنا وارد إله النيل العظيم. إله النيل العظيم، وجايب طائر السنونو معانا هنا في إله النيل العظيم. وبرضه جاي هنا، ما تنساش كمان شوف الرسمة ديت، إله النيل العظيم مع العلامة الدالة على الأزير، الراجل اللي ماسك العصاية ده العلامة الدالة على الأزير وحاطط وراها الإله هنا. فالاتنين دولت ادي العلامة الدالة على الأزير وادي الأزير وحط الطائر. وهنا ما حطوش خالص، مثلا في الرسمة ديت في الجزء ده ما حطوش خالص، بس هو برضه بيتكلم على إله النيل. وهنا حط هنا برضو بالشكل ده كده. احنا هنشوف المنطوق بتاعه بينطق ايه ونكتبه ونبص عليه. هنا ده الاسم بتاع طائر السنون. يعني لو احنا جينا هنا كده اللي تحتها خط ديت السنون، من هنا كده السنون، ادي الاي او الهمزه، وادي السين، وادي النون والنون. السنون اللي احنا قريناها مره قبل كده، طائر السنون دوت. لكن هو بينطق قبل منه كلمه الرب، يعني بيجي بالمعنى ده كده الرب. وعموما لو هو من اول هنا كده اللي بين قوسين دولت، ده بينطق أزير. ومر علينا قبل كده انه بينطق أزير. حرف الاي، الواو، والزاي، الزين، واليه، والراء سنان منشار. أزير. فاحنا عارفين بالشكل ده ان هو بينطق أزير. عموما الطائر ده جه في رسومات كثيره، وقال لك هو مخصص للالهه ايزيس، او قصيه، او قصيه او ايزيس، اللي هي اسمها في الجزء ده كده قصيه. ادي الواو، وادي السين، وادي الياء، قصيه، اللي هو الحبه دي كده معناها قصيه، او ايزيس باللغه اليونانيه. فهو مخصص للالهه ديت يعني. هنكتبه مره تانية. هنكتب اسمه ونشوف الجاردنر افرد له مساحه كبيره في اسمه بيقول ايه. يعني مثلا جاي هنا الطائر السنونو دوت، وبيقول لك ايه عظيم، كثير جدا، اكبر، عظمه، حجم كبير، يعني واخد شكل مثالي قوي. تحت منها رجل عظيم، اله عظيم، امير، رئيس، شريف، الابن الاكبر، الابن الكبير. لما رسموا هنا كده جنب طائر السمان، احنا عارفين ان طائر السمان ده بينطق فرعون. قد يكون هو بيقصد فرعون، لكن برضه هنا اسم الأزير ده العظيم والكبير والشريف وكل الشغلانه ديت اللي هي بتاعه الراجل اللي ماسك العصايه ده، هو اللي هو يشكل الأزير. هنا الطائر السمان ده يشكل فرعون، وهنا ده يشكل الأزير. وهنا الكتاب اللي هو في اول اسمه زي ما احنا هنقراها دلوقتي في الاسم بتاعه. يبقى هنا لغايه كده النصوص بتاعته متسقه مع اسم الأزير، وانه اله العظيم والأزير الاله ده ما ورد في اسمه جدا. لو جينا ان احنا نبص على اسم الامون، هتلاقي هتلاقي لو جينا نبص على اسم الأزير اساسا، لو احنا جينا نشوف اسم الأزير هنلاقي هو مش بعيد من هنا. ما احنا كنا بنكتب اسم الأزير كده، اسم الأزير وادي الره، وكنا بنحط في الاخر الرب واله كده. وكنا بنحط هنا كتاب، ادي الكتاب اهوت اللي هو هنا كده، ادي كتاب، وديت الايه الأزير. بس في الحالة بتاعتنا هنا بيقول لك ايه، كلام يعني وضع كلام السنونو. نشوف تاني الموضوع ده، نرجع له تاني، بص عليه بصة تاني. هنا طائر السنونو يا له من عظيم جدا. حط الكتاب وحط الأزير، واضح ان احنا بنتكلم على كتابات. هنا هيقول لك كتابات الأزير واضحة جدا، مفيش فيها كلام. يعني الترجمة عايزين نقرا الرسمة، هنا كتابات، وهنا الطائر ده معبر عن الأزير في حد ذاته، زي ما احنا شفناها في يعني من شوية صغيرين. يبقى احنا واضح ان احنا بنتكلم على الأزير عظيم، اعظم من كل ده، بيتكلم على شيء من العظمة وشيء من القوة وشيء من الفخر وشيء من
الحاجه الجميله جدا. يعني حته شريحه لحم وبتاع، يعني مش دي القضيه موجوده، بس مش دي القضيه. والريح شديده والعاصفه هي حته لما بيكون بيحط العلامه دهيت. هو دايما بيتكلم على الشراع. يعني تعال نبص كده على الاسم بتاعه. هو الاله الأزير عموما دايما يجي في اسمه حاجه زي كده، يعني دايما ان كلامه الشرع. اي شين ره عين. الجزء ده الشرع. اي شين ره عين. الشرع ألف عين. الشرع كده يعني كلامه الشرع، وكلامه قانون من هنا كده. قاف ونون ونون، كلامه قانون وكلامه الشرع. وان هو اما يحط علامه الشراع ديت، انت عارف انه رايح لمساله مش شراع مركب. هو كان بيتكلم في الكلام والشرع والشراع وكده يعني. يعني هو بيحط هنا كلمه قارب، يعني ديت هتلاقي فيه هنا الف، ودي حرف الراء، ودي الف، ودي ب. قارب. القارب دوت والشراع. قارب وشراع برضه هو رايح في الاتجاه الرسمه بتاعت الشراع نفسه. بس احنا مدركين ان هو بيتكلم على يعني مش الرسمه، منطوق الرسمه بيقول ايه، واحنا ماشيين في الاتجاه اللي رايح ازاي يعني. نشوف تاني كده الاسم بتاعه، نشوف تاني المواصفات بتاعته بتقول ايه. بيتكلم على فيضان النيل. طبعا احنا لسه شايفينه ان هو فيضان النيل. نشوفه تاني كده فيضان النيل ونقراه. نشوف كده فيضان النيل. هتلاقي كلمة فيضان دي كده هنا كده فيضان. احنا خلاص عرفنا الأبجدية دي ف، ودي ي، ودي دال، ودي ألف، ودي نون. فيضان. والأخيرة ديت النيل اللي بين القوسين دول. فيضان النيل. خلاص يبقى احنا عارفين ان هو بيتكلم على فيضان النيل. يبقى لما بيجي هنا يدينا الرسمة ديت ويقول لنا فيضان النيل، احنا عارفين ان هو بايه، ما راحش بعيد. فيضان النيل اوكي تمام. هو اله فيضان النيل او هو فيضان النيل، هو ما راحش، هو في نفس الاتجاه وبيتكلم صح، وحاطط النيل وحاطط طائر السنونو. كلام جميل جدا. وكلمه السنونو في حد ذاتها هي في اخرها نيل. واحنا فاهمين الكلام. مسح بالزيت او بالدهن هتلاقي الكلام برضو. والممسحون والماسح وبتاع، نشوف نبص عليها بسرعه برضو دلوقتي. المسح والزيت والدهن كده هنشوفها حالا. بس عايزين نجيب هنا النقطة ديت عشان نرجع لها على طول. هنا بقول لك قضى الوقت، راقب النجوم، رقيب ملاحظ مرصد. هنا الكلام الجميل اللي احنا عايزين نبص عليه، اللي هو قضى الوقت وراقب النجوم. وايه الشغلانة ديت، لانها تفتح لنا باب جديد. هو المسح بالزيت والشغلانة ديت. طبعا كلمة الزيت في الرسمة اللي قبلها كانت واضحة جدا، اللي هي بست ديت. لكن المسح، مسحناه يعني ديت اللي عليها تحتها خط تقيل ديت، معناها مسحناه يعني. بالشكل ده. هنكتب الاسم كده تاني. كتبنا منطوق السنونو دوت، او الرب السنونو، او اسم السنونو، او هو اله الوزير زي ما هيكون. وهو بيقول لك بقى ايه، ان هو راقب النجوم والسهر وسهران والكلام زي كده، ومكان يعني متابعة النجوم. اولا هو هنا كلمة النجم، وهي نفسها راقب. راقب. ادي حرف الراء، ودي الهمزه، ودي الب. راقب او يراقب. لو هنا حطينا ديت ياء في الاول كده يبقى يراقب. وهي نفسها يراقب ديت هي النجم. هنكتبها كده اي، والنون والجيم والميم. الميم اللي هي المربع ده. النجم. النجم. دي حرف الجيم اللي هو الدايره اللي قبل الحرف الميم دي. النجم. راقب النجم. هي راقب، هي بتنطق النجم، ما فيش فيها كلام. والسهران. سهران يراقب النجوم. السهران. ادي الاي اللي هي الدايره، والنص دايره ديت سين. الساه، وادي الراء، وادي الالف، وادي النون. السهران. السهران. ديت السين، ودي اله، ودي الراء، ودي الالف، ودي النون اللي في الاخر. السهران. ده حرف الراء اللي هو النون سلام منشار ده. فهو بيقول لك راقب والنجم وسهران وراقب النجم. وفي نفس الوقت ان مكان مراقبة النجوم والكواكب ده كان بيسموه زمان الصرح.
يعني كلمة الصرح ديت هي مكان، يعني الحتة بتاعت مراقبة النجوم والكواكب اللي أنا بكتبها تاني ديت، الصرح دهيت، الصرح ده كانت المكان اللي بيراقبوا فيه النجوم والكواكب، كان بيصرح لهم بالرؤية بتاعت النجمة، فكان بيشوفها بشكل صريح. وهنلاقي في اسم الأزير بعد كده إن هو كان صريح، وكان كلامه اللي هي في أول حاجة خالص من اسمه. تعال نشوف تاني كده، لأن الراجل ده السنون ده جاي فيه حاجات جميلة قوي. هنكتبه مرة تانية بالشكل ده كده. كلام كلامه الصريح، الكلام الصريح. والكلام الصريح ده كان بيديله حاجة اسمها البراءة والنجاة والكلام زي كده، يعني بينجو يعني. جه في حاجات جميلة خالص. وكلامه الصريح دوت اللي تحتها خط دي كلمة الصريح، وديت هنا كلام. والصرح دي كان معناها مكان مراقبة النجوم والكواكب. وهو طائر السنون ده عمل معانا شغل رائع جدا جدا إلى الآن. نشوفه كده هنا بيقول لك قضى الوقت، راقب، لاحظ النجوم، رقيب، ملاحظ، مرصد. مرصد ديت اللي هي الصرح. مرصد ديت اللي هي الصرح. ليه سموه الصرح؟ كان وهو بيراقب بيه النجوم وبتاع. وهنا الراجل الميت اللي على السرير دوت، ده السرير، سرير الموت. ومن هنا كده الكلمة اللي تحت خالص ديت، اللي هي تحت السنون ديت، اللي هي هيطلع فيها كلمة الموميا ديت، هتطلع في اللي تحت ديت. ودي هنا كلمة السرير ديت، هي جاية من اسم الايه، السنون والسرير في الاخر كده. هنا جابها هنا برضو كلمة مراقب. مراقب هو زي ما احنا شفنا راقب، وهو مراقب، والرقواء والكائنات الإلهية اللي كانت بتراقب. آه، آه، هنشوفها برضو كلمة راقب. هادئ القلب، لقب لأوزير. اوبا، صح كده، يبقى الكلام كده تمام مظبوط. لما نشوفه كده يعني هو بيتكلم على أوزير. نرجع نبص عليها بشكل تاني. هادئ القلب لقب لأوزير. هو هنا بيقول إن القلب ألف لام، القلب ديت ب، هنا كده حرف الب. القلب هادي، هنا ديت هادي، ه دال ي، هادي، القلب هادي. وبيتكلم على أزير، لأن الأزير من أول هنا كده لغاية هنا كده اسم الأزير. فهو بيقول إن ده القلب الهادي، وده لقب للأزير. المهم إن إحنا عايزين نقول إن طائر السنون ده رائع جدا جدا. بس دايما هم يجيبوه بمعنى الضعف والقلة ليه؟ لأن في آخر اسمه الذليل كده استخدمها مرة بمعنى الذلة والضعف وبتاع، لكن نادرا ما يجي بمعنى الذلة والضعف، وغالبا بيجي بمعنى القوة والجمال والروعة. طائر السنون احنا خدنا فكرة عنه النهاردة. أنا كنت مصر من الحلقة اللي فاتت إن احنا نتكلم عنه، وبرضه ممكن في حلقة اتنين تلاتة واحنا ماشيين كده منين ما هيجي لنا طائر السنون هنتكلم عليه ونشوفه شكله عامل ازاي. وهو حاجة جميلة خالص. والنهاردة فكرة عنه، وإن شاء الله يا رب تكون عجبتكم. شكرا لكم.